تحليلنا النهاردة بيبدأ بموقف حصل قريب كده وشد انتباه ناس كتير صراحة. آه، اللي هو بتاع لاعب الكورة وسام أبو علي. أيوه هو التصريح اللي ممكن يكون أغضب جمهور كبير، وبعدين الاعتذار بسرعة والتبرير اللي قاله اللي هو إنه كان تحت ضغط. تمام. للوهلة الأولى ممكن الواحد يبص للموضوع إنه خلاص حدث رياضي وخلص يعني، لكن المصادر اللي معانا النهاردة لأ، بتقدم زاوية تانية خالص. بالضبط كده. المصادر دي مش شايفة الموضوع مجرد غلطة لاعب وخلاص، لأ، دي بتعتبره إمم، زي دراسة حالة صغيرة بس مهمة أوي، دراسة حالة في إيه بقى؟ في عالم الbusiness والإدارة تحديدًا، خصوصًا في حتة حساسة أوي، وهي إزاي نتعامل مع الضغوط العالية دي. وهو ده بالظبط الهدف من تحليلنا النهاردة. يعني إحنا مش هنا عشان نعلق على موقف اللاعب نفسه أو نحكم عليه، لأ طبعًا. إحنا عايزين نستخلص الدروس العملية اللي هو الحاجات اللي ممكن أي حد فينا يستفيد منها في شغله وفي مشروعه. إزاي يعني الضغط ده ممكن يودي الواحد لقرارات متسرعة بتكلفة عالية قوي. هي دي النقطة. الفكرة الأساسية هي تحليل فكرة التصرف تحت ضغط دي نفسها وتوابعها. إزاي نتجنب إننا نقع في نفس الغلطة دي؟ خلينا نفكر فيها كأنها إيه؟ محاكاة صغيرة للي بيحصل في عالم البيزنس. فعلا، أصل اللي حصل مع وسام السلسلة دي كلها ضغط، تصريح متسرع، رد فعل سلبي، وبعدين اعتذار ومحاولة لم الموقف. ده سيناريو بنشوفه بيتكرر كتير قوي في الشركات وفي ريادة الأعمال، مش كده؟ أكيد أكيد. وهو ده المصادر اللي بنبص عليها بتركز عليه. تسلسل الإحداث ده مهم. في ضغط ممكن مالي، ممكن ضغط وقت، حتى ضغط المنافسة بيقوم يؤدي لرد فعل مش مدروس. زي إيه مثلا؟ ممكن كلمة تتقال في اجتماع متوتر، قرار استثماري يتاخد بسرعة، أو حتى طريقة تعامل مش محسوبة مع موظف مهم أو شريك. والنتيجة؟ النتيجة طبعا بتبقى يعني مش كويسة خالص. بالظبط. تكلفة باهظة جدا، سمعة بتروح، علاقات شغل بتتبوظ، فرص استثمارية بتضيع، وساعة المشروع كله بيقع. والمثير للاهتمام بقى في تحليل المصادر دي إنها بتدفعنا نبص للموضوع بشكل مختلف شوية عن مجرد التعاطف السطحي. يعني بدل ما نقول يا حرام مسكين كان مضغوط، لا لا، مش كده خالص. هي بتقترح نتعامل مع الموقف ده كفرصة للتعلم. شوف إيه اللي حصل ده كويس وحلله عشان ما تقعش فيه. يعني مش بنبرر الغلط بالضغط، لا. لا طبعا، التبرير مش هو الهدف خالص. النقطة المحورية هي فكرة الاستعداد والوعي. المصادر بتلمح لأهمية إنه يبقى فيه آليات جاهزة للتعامل مع الضغط ده. آليات زي إيه؟ يعني هل مثلا في تدريب للمديرين أو لرواد الأعمال على التحكم في ردود أفعالهم وقت الأزمات؟ هل في سياسات واضحة في الشركة للتواصل وقت الضغط؟ في نقطة بتتكرر كتير عن إن القرارات اللي بتتاخد تحت ضغط غالبا بتبقى مدفوعة بالخوف أو بالغضب، مش بالمنطق والتحليل الهادي. دي نقطة مهمة قوي. يعني مش مجرد نصيحة عامة زي خليك حكيم وخلاص، لا، ده في زي منهجية أو طريقة ممكن الواحد يتبعها. مظبوط. يمكن زي ما بنسمع كتير عن أهمية إن الواحد يقف لحظة كده ياخد نفس قبل ما يرد أو ياخد قرار مصيري وهو متوتر، تمام. أو يمكن التفكير في أسوأ سيناريو ممكن وتجهيز خطة بديلة. ده بيقلل عنصر المفاجأة والضغط شوية ولا إيه؟ تماما. الاستعداد المسبق ده هو مفتاح اللعبة كلها. بصي، الضغوط دي جزء طبيعي، جزء لا يتجزأ من أي بيئة فيها تنافس. أكيد، سواء رياضة أو بيزنس أو حتى في الدراسة. بالظبط. الفن كله مش في إننا نتجنب الضغط، ده شبه مستحيل أصلا، لكن في إدارته بذكاء وبحكمة. المواد اللي بنراجعها دي بتشدد على إن الغلطة اللي بتحصل تحت ضغط مش مجرد زلة لسان عابرة. لا، دي ممكن تكون مؤشر لحاجة أعمق. أيوة، ممكن تكون مؤشر على نقص في الإعداد أو ضعف في منظومة اتخاذ القرار في المكان ده ككل. الغلطة دي ممكن تكون نهاية فرصة كبيرة أوي. يعني بدل ما نلوم الشخص اللي غلط بس، محتاجين كمان نبص على الصورة الأكبر. السياق اللي هو شغال فيه، النظام نفسه، هل النظام ده بيساعده يتعامل مع الضغط ولا بيزوده عليه؟ في ثقافة في المكان بتسمح بالاعتراف بالضغط ده وطلب المساعدة، ولا دي ثقافة بتعتبر إن ده ضعف أو عيب؟ دي كلها عوامل بتأثر. الدرس الأكبر هنا هو إن بناء القدرة على التحمل وعلى اتخاذ قرارات سليمة تحت الضغط ده استثمار طويل الأجل، مش مجرد رد فعل لحظي وقت الأزمة. تمام. إذا لو حبينا نلخص أهم النقط اللي طلعنا بيها من تحليل المصادر دي، موقف وسام أبو علي بغض النظر عن تفاصيله الرياضية هو زي تذكيرة قوية لينا كلنا تفكيرها بإيه؟ بإن الضغط ده اختبار حقيقي بيكشف مدى استعدادنا وقدرتنا على التفكير الواعي واتخاذ قرارات سليمة وقت الشدة.
والأهم مش إننا ندور على مبررات لما نغلط، لكن الأهم هو إننا نتعلم من الأخطاء دي، سواء أخطأنا إحنا أو أخطاء غيرنا، عشان نتجنب تكلفتها العالية في مستقبلنا المهني أو في مشاريعنا. ونقطة أخيرة كده ممكن نسيبها للمستمعين يفكروا فيها بعد ما نخلص. هل ممكن المواقف الصعبة والضغوط اللي بنمر بيها في حياتنا الشخصية العادية اللي هي بعيدة عن الشغل خالص نعتبرها نوع من زي تدريب مجاني كده تدريب على إيه؟ تساعدنا نبقى أهدى وأقدر على اتخاذ قرارات أحسن في بيئة العمل اللي هي بطبيعتها مرهقة ومليانة ضغوط؟ هل ممكن نحول الضغط من مجرد عبء وذكريات وحشة لفرصة للنمو والتطور؟ ده سؤال مهم للتفكير.